السلام عليكم، ازيكم يا رب تكونوا بخير. تعالى اكلمك على نوعين من المدرسين، الاتنين غلط والاتنين عكس بعض، يعني هتستغرب عكس بعض وغلط. ايه هما بقى؟ اولا، في مدرس بيقوم يستلم ابنك كده ويقول له بص يا ابني، الانجليش ده ممكن يتحفظ في كام تip وتريك وهاك تعرفهم هيلمولك الانجليش من الاخر، ويقعد يحفظ ابنك، يعني يحفظه لما تشوف كذا اعمل كذا، لما تشوف كذا اعمل كذا. هل الامتحان ما فيهوش حاجه اسمها تيبس اند تريكس؟ هو في تيبس اند تريكس على فكره، في باترنز فعلا بتتكرر، يعني في باترنز تتكرر، وده باي ذا واي الهول مارك بتاع اي سيستم في ستاندردز، ان هو عارف انه بيتست يو اون certain points، وعشان يتست يو على البوينتس دي طبيعي انه هيجيب لك باترنز معينه بتتكرر عشان يشوف انت فاهم البوينتس دي ولا لا. بس طبعا المدرس ده بيعمله غلط، اللي هو انه يحفظك رولز وخلاص، لا انت فاهم جات منين، ومع اي تغيير صغنون قد كده في الرول انت جاوبت السؤال غلط. فالمدرس ده غلط. طب مين المدرس التاني اللي سبحان الله عكسه، وبرضه يعني بيني وبينك هيتعبك، فما تاخدش معاه غير لو انت اوريدي متمكن من اللغه قوي؟ المدرس اللي اصلا بيقول لك بص يا ابني، انت مالكش اي علاقه بالتيبس والتريكس والكلام ده خالص، تعال اشرح لك الانجليش كما يجب ان يكون، ويبدا يشرح لك الانجليش from A to Z. يوريك انك في السؤال لما تحل في حاجه اسمها ناون كلوز، والناون كلوز دي شكلها بيعمل كذا، تيجي تساله الحته دي يقول لك ما انت طلع الاليمنتس اوف ذا prepositional phrase مثلا. المدرس ده هيتعبك، يعني هو متمكن من اللغه، متمكن جدا كمان عايز اقول لك، لكن في فرق بين هو تمكنه عامل ازاي وانت كطالب في الامتحان في الوقت الضيق هتعمل ايه. لو انت مش حد انت اصلا متمكن جدا من اللغه، هتلاقي نفسك فعلا هتعاني في الامتحان. طيب امال ايه احسن مدرس؟ اللي في النص، اللي لا هو كده ولا هو كده. انت عايز تاخد مع حد يكون حل امتحانات كتير جدا، ففعلا عارف ايه الريبيتيتيف باترنز او الكومن باترنز اللي بتيجي في الامتحان، عنده علم كويس بالتيبس اند تريكس بتاعت الامتحان. تمام. والتيبس اند تريكس دي حاجه مثبته على فكره، انت لو فتحت كتاب اريكا ولا فتحت كتاب باندا ولا حتى كتاب IES في الانجليش، هتلاقي ان هم كاتبين certain tips and tricks. تمام. فانت عايز مدرس عارف التيبس اند تريكس دي، بس مش بيخليك تبصمج، وانما عارف من اين تؤكل الكتف، يقدر يقول لك منين جبنا التيب دي او منين جبنا التريك دي. مثلا كاكزامبل صغير، في ناس كتير بتقول لك ان انت لو عندك النيم followed by the job هتخلي الجوب between two commas. فده مثلا باترن بيتكرر كتير جدا في الامتحان. في واحد هيحفظ الطالب المعلومه كده، ده غلط، لان مع اصغر فاريشن واصغر تغيير في الرول الطالب هيجيب السؤال غلط. لازم تحرص ان المدرس اللي بيقولك المعلومه دي يعرف يشرح لك لغويا جت منين. فلو انت لقيت مدرس بيديك تيبس اند تريكس، ايوه، لكن بيشرح لك هي جت منين التيبس اند تريكس دي، ده احسن كومباينيشن يبقى ليك في مدرس تاخد معاه المنهج.